الحقوني يا بنات، جوزي دخل عليا وانا بعمل العدس وقال اعمليه بالخل والثوم والصلصه زي بتاع امي. قلت له اصبر عليا بس، ده انا هعمله لك بالرز المدمس على طريقه ستي. قال لي لا زي بتاع امي. ما تفتكريش بقى ان انا هعمل لك العدس بالطريقه العاديه، لا لا لا، انا هقول لك النهارده ازاي تعملي سفره متكامله من العدس. بس سمي الله وصلي على رسول الله وتعالي بقى شوفي العدس اللي بالخل والثوم ده زي الفته، وسمعتي عنه قبل كده ولا لا؟ بس سمي الله وصلي على رسول الله وما تنسيش تحطي اجمل لايك. اولا كده معلقه سمنه وزيت، وابتديت اشوح بصله كبيره متقطعه او بصلتين حجم وسط. تشويح العدس ده بيديله نفس في حته تانية. مقطعه بقى بصل وكمان جزر كميه كويسه، طبعا كميه الجزر كل ما كترت كل ما لون العدس بقى احلى. كمان بطاطسايه وقرن فلفل. وانا بشوح كده معلقه سكر صغيره هيكرمل الخضار وهيطلع النكهات الجميله اللي في الخضار. مرحله التشويح دي مهمه قوي. مفيش 3 دقايق بالظبط ونزلت بمعلقه كبيره من الثوم المهروس، او لو عندك توم فريش مفيش مشكله. دلوقتي بقى يعني الخضار اتشوح 5 دقايق بالظبط، نزلت على طول بالعدس المغسول. واكيد طبعا العدس ده لازم تفضلي تغسلي فيه لغايه اما الميه بتاعته تروق وتبقى بيضه، لازم تشطفيه كويس. هبتدي بقى اشوح العدس مع الخضار، وزي ما قلت لكم التشويح ده بيودي العدس في حته تانية. عندي بقى شويه شوربه كده، كان عندي شويه شوربه عتاقي مسكرين، فقلت اسوي فيهم العدس. ميه مفيش مشكله، المهم تحطي مقدار الميه المناسب فوق العدس والخضار عشان مش كل شويه تفضلي تزودي ميه. مفيش نص ساعه بالكتير وتلاقي الخضار والعدس اتسوى بالشكل ده. بالهاند بلندر بقى او بالخلاط هتبتدي تضربيه. لغايه دلوقتي يا مريانه انت قلت لنا على الطريقه العاديه اللي معظم الستات بتعمل بيها العدس، اقول لك اصبري عليا بس، ده احنا هنعمله بطريقتين والله اجمل من بعض. التوابل بقى اللي بيحتاجوا شوربه العدس: كمون وكزبره وفلفل اسود وشويه ملح وشويه شطه، مش اكتر من كده. دلوقتي بقى هاخد على جنب شوية من شوربة العدس السادة عشان دي اللي هعمل بيها العدس المغمس بالرز على طريقة ستي. بس الأول نختم شوربة العدس بتاعتنا. حطينا بقى معلقتين سمنة بلدي كده محترمين على ربع كيس شعرية أو نص كيس، أنا ما بحبش أكتر الشعرية قوي فيه. وبعدين هبتدي نحمر الشعرية لغاية ما توصل للون الذهبي، وهننزل بيها على شوربة العدس السادة. مفيش غلوة واحدة وفصلي النار وغطي عليها لأنها بتشيط وبتلزق في القعر، فكل شوية تقلبي فيها. الله على الريحة يا بنات والله الطعم، اللهم بارك أطعم شوربة عدس. يلا بقى نركنها على جنب كده ونشتغل في العدس المدمس بالرز. وناس كتير قوي يا جماعة بتحبه، في الأرياف بيعملوه بس في القاهرة معرفش ليه دايما الناس ما تعرفوش. حطيت بقى على النار كده حوالي كوباية ونص مية مغلية تغلي، وعليهم نص كوباية رز أو ربع كمان حسب مقدار العدس اللي هتعمليه، وسبتهم يستووا 3/4 تسوية. لازم الرز يستوي 3/4 تسوية قبل ما تنزلي عليه بشوربة العدس السادة اللي احنا خدنا منها على جنب قبل ما نضيف الشعرية. وهنقلب بقى الرز في العدس وهنهدي النار ونغطي عليها ونسيب الرز كده يختم في العدس ويستوي ربع التسوية اللي باقيله. طبعا الشوربة واخدة كل التوابل ومظبوطة، تقدري تزودي شوية ملح لو لقيتيها دلع. دلوقتي بقى في طاسة تانية حطيت معلقة كبيرة كده من السمنة ونزلت ببصلاية متقطعة زي ما انت شايفة، وهبتدي احمرها عشان هعمل التقلية بتاعة العدس المدمس. شايفين لازم شوربة العدس تبقى خفيفة عشان تعرفي تقلبي. شايفين القوام المناسب؟ طبعا هي بتتقل، وخاصة لما بتقعد لتاني يوم او حاجة بتلاقيها تتقل. احمر البصلاية كده لغاية اما لونها يوصل للذهبي، وهطشها على طول في العدس المدمس بالرز. الله على الجمال والله على الريحة، تبارك الله، احلى شوية عدس بالرز يا جماعة. جربوها وهتدعولي. وعلى فكرة لو ما بتحبيش البصل تقدري تستغني خالص عن خطوة البصل المحمر التقلية دي، بس الصراحة بتدي العدس المغمس طعم حلو قوي. كمان تقدري تقللي كمية البصل. طيب دلوقتي بقى بنعمل معلقة سمنة حلوة، معلقة توم مفروم، رشة كزبرة ناشفة، وهبتدي على طول احمر التومة لغاية اما تصفر وهطشها بالخل كأني بعمل فتة. يلا بقى قوليلي شجعتيني بأجمل لايك وشاركتي الفيديو ولا لأ؟ اكتبي لي كمان في التعليقات تعرفي العدس ابو خل وتوم وصلصة ده ولا لأ؟ نزلت بقى كده بشويه طماطم مسبكه، احنا لسه مسبكين طماطم قريب، او تقدري تعملي طماطم في الخلاط لو مفيش عندك طماطم مسبكه. احط بس كده شويه ملح، فلفل اسود، رشه من الكمون، وكده الصلصه عندي اتسبكت وبقت تمام كانها صلصه فته. خدت بس معلقتين صلصه على جنب عشان احطهم فوق وش فته العدس، ونزلت على طول بالعيش اللي انا محمصاه في الفرن ومقطعاه ومكسراه كده. ما احنا ما نعرفش ناكل العدس غير بالعيش المحمص ده، بيبقى تحفه. تقلبتين كده يشرب معانا
الصلصة اللي بالخل والثوم وهحطه في الطاسة وهصب عليه العدس. أهم حاجة بقى شوربة العدس تبقى خفيفة في الفتة اللي بالعيش دي، لازم تبقى خفيفة. كمان حماتي بتعملها من غير شعرية، يعني ممكن تعمليها سادة بدون شعرية لو انت عايز تعمليها كده بالصلصة، أو تعمليها بشعرية زي ما أنا عاملاها بالظبط، بس زي ما قلتلك تكون خفيفة. بصي بقى حطيت الصلصة فوق وش الفتة اللي بالخل والثوم دي، خطيرة. وده بقى العدس المدمس، ودي بقى شوربة العدس العادية خالص اللي كلنا عارفينها بس بطريقة التشويح. شوية سلطة بلدي بقى لو عندك بصل أخضر، وادي العيش المحمص، وقوليلي بقى أحلى حاجة تاكليها في المطرة دي إيه؟ أحلى شوربة عدس لعيونكو وسفرة متكاملة من العدس. حبايب قلبي أتمنى تكون الطريقة عجبتكم، بحبكم في الله، تعليقاتكم الإيجابية بتشجعني كتير. ما تنسيش بقى دعوة حلوة منك كده، شايفين إيدي مزرقة شوية، كنت مركبة والله كانولا في الطوارئ من يومين، فادعولي بالشفاء. بحبكم في الله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.